عندنا استشاري نفسي اليوم كنت معه الصباح، له كتب اسمه، على كل حال هو في مدينة الملك فهد الطبية، استشاري جاء من ولاية ميشيغان الأمريكية. أعطيك ملخص سريع عن حياته. عمره 54 سنة. يوم عمره 6 سنوات هجر من العراق إلى أمريكا، ومات والده ووالدته، وكان يعني عاش بين الكفار. الله يستر على المبتعثين وعلى كل مسلم. عاش بين الكفار، طفل عمره 6 سنوات عاش مع الكفار، فنشأ ملحد ما عنده دين، معروف في ولاية ميشيغان. يقول لي هو، يقول والله العظيم ما يكون برنامج عن الإلحاد في التلفزيون ولا في الإذاعة إلا لم أكن مشارك في الحلقة، ولا أنهم لازم يسوون معي مداخلة، لقاء في جريدة لازم أكون أنا لي تعليق. يقول وصلت مرحلة أدخل الكنائس وأخرب على اللي فيها وأثبت لهم ما في رب، ما في إله، تعالى الله علوا كبير. يكون دائما أكتب مقالات في الجريدة ومقالات في الإذاعات وفي لقاءات في كل مكان. أقول لو كان في رب كيف يطلع طفل ماشي في الشارع وتصدم السيارة ويموت؟ كيف يقول ناظر المجاعات في أفريقيا؟ يقول لو كان في رب كيف هذول يموتون ناس ثانيين ما يموتون بالجوع؟ يقول وعشت في ضلال مبين إلى قبل 3 سنوات. طبعا هو جاء عند الحين ما كمل 4 شهور، راح يلقي محاضرة في جامعة في أبو ظبي، ثم سووا معه عقد أنه يدرس كبروفيسور في الجامعة. درس عندهم. يقول أنا وزوجتي ملحدين. يقول ويضربني ألم في كتفي. يقول ما أبالغ، لكن لو خيرت في ذاك الوقت، والله لو خيرت أن يقطع جسمي بسكين ويروح الألم هذا، قلت قطعوها وهذا يروح. يقول ألم لا أنام ولا أكل ولا أشرب، ما عاد أعرف أسوي شيء. يقول رحت للأطباء، راسلت اللي أعرفهم في أمريكا، سويت كل شيء ما يروح. إشاعة مقطعية طبيعية، إشاعة رنين مغناطيسي طبيعية، ألم ما يروح. يقول قال لي واحد من البدو في أبو ظبي، قال لي يا أخي أنت الحين جربت الناس كلهم، ليه ما تدعو الله؟ يقول الله؟ أنا عايش كل حياتي أقول ما في الله، تقول لي أدعو الله؟ قال يا أخي أنت ضعيف. قال والله أنك يا زين عقيدة البدوي. قال يا أخي أنت ضعيف، واللي رحت لهم ضعفاء، ورا ما تروح القوي. قال لي اقرأ آية الكرسي. يقول رحت ما أعرف آية كرسي ولا أعرف شيء. قال بوديك الواحد يقرأ عليك. يقول داين واحد دوي مثله. طبعا يا جماعة ما هو بعيب البدو، كلنا بدو. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا أقصد في قضيتنا جاي ما يعرف شيء. قال له قرأ عليه. يقول فطالع في وجهي كذا، قال لي أنت والله ما بيشفيك الله. يقول ليش؟ قال والله ما بيشفيك الله، أنت الحين قاعد في أرضه وتشرك فيه وتقول ما في رب وتبغى يشفيك. يقول أنا توني جاي عماني القصة. يقول حفظني آية الكرسي. قال شوف إذا أنت ما تروح تغتسل الحين وتتوب إلى الله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي وتدعي الله وتقرأ آية الكرسي، والله ما يشفيك. يقول أنا ما عندي خيار أصلا، ما عندي الله الخيار. يقول فرحت البيت واغتسلت، قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قعدت أقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول وصلت أقراها في اليوم 180 مرة. يقول الألم يخف ويخف ويخف، راح الألم. يقول والله ما عاد بقى عندي ولا ألم.
وعرفت ليش الله يبتلي الناس. يقول كنت أنا أشوف ناس أتألم، أقول ليش تألمون؟ يقول ما ردني الله للنور بعد الظلام إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم هذا المرض. أحبتي